بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني من خلال صفحتي على الفيسبوك. طلب لايك وشير وسبسكرايب، عايزين نعلى بالقناة، ومش هتعلى القناة إلا بيكم. وإن شاء الله اللي جاي أحسن، وهتلاقيني بقدم أحسن وخير إن شاء الله. طب هنبتدي بأربع مواضيع أو خمس مواضيع. بالنسبة للنادي الأهلي طبعا هنبتدي بأول موضوع مباراة سموحة امبارح. استفدنا منها نتيجة كويسة، نفضل على نفس الوتيرة، 3 نقاط. الدوري ده أهم حاجة، أهم حاجة. والفترة اللي احنا ماشيين فيها دي دلوقتي مع ازدحام المباريات، مع ازدحام البطولات، لازم الأهلي يفضل مركز في بطولة الدوري. مش عايزين نعمل زي السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. إن شاء الله الدوري السنة دي للأهلي بإذن الله. طبعا المباراة امبارح اتلعبت، ومن نتائجها يعني اللي احنا استفدنا بيها، اللي احنا ريحنا 4 لعيبة زي حسين الشحات وحمدي فتحي وعبد القادر وعلي معلول. دول هيرجعوا في مباراة الرجاء ان شاء الله اللي هتتلعب يوم السبت. الهدف بقى من المباراة دي او الاهداف اللي احنا استفدنا منها، ان محمد شريف رجله خدت على المباريات وخدت على الاهداف، وجاب جون جميل، جون ملعوب بمعلمة الصراحة يعني. وطبعا برضو الجون اللي جابه كهربا الصراحة حالة فريدة. يعني كهربا الفترة اللي فاتت رغم الضغوطات اللي عليه، بس بينزل مباراة بينسى كل حاجة، بيأدي بروح، بيعمل كل اللي عليه. طبعا هو في كرة في أول دقيقة تقريبا في الماتش ضيعها، بس عوضها تاني. ودي حاجة الأهلي أو كهربا بيقدمها للأهلي، إن هو ابن من أبناء النادي الأهلي، وإن هو يستحق يفضل موجود في السكواد بتاع النادي الأهلي. طبعا محمد الشناوي امبارح قدم مباراة كويسة، تصدى لأكتر من 5 تصديات تقريبا أو أكتر. لعب مباراة كان مركز فيها، بس كان متنشن وكان متنرفز شوية. طبعا الفترة اللي فاتت كان في انتقادات كتيرة قوي على محمد الشناوي، بس بقاله مباراتين لازم نشيد بيه ولازم نرفع من روحه المعنوية. الجون الأساسي جون محمد الشناوي، خبرة، لعيب خبرة، لعيب قائد للفريق، وعشان المسؤولية اللي هي اللي عليه دي احنا بنعاتبه. يعني امبارح اللي حصل منك آه، في المباراة امبارح في آخر 5 دقايق، انت مشيت بموضوع اللي يضربك اضربه. حلو الكلام؟ لا طبعا مش حلو الكلام. ليه؟ يعني ان انت بتلعب في مباراة رسمية، بتلعب في جماهير بتتفرج عليك، في اعلام، في نقاد، في سوشيال ميديا. فاللي انت عملته امبارح دوت، لو لا قدر الله الاهلي ما كانش كسبان 2-0، كسبان 1-0، اتحسبت عليك ضربة جزاء، اتعادلنا، كانت هتبقى مشكلة وهتشيل الليلة كلها يا محمد الشناوي. فامبارح انت التصرف اللي انت تصرفته دوت غريب. الراجل استفزك، الراجل انت المفروض تكون قائد فريق، قائد الفريق ده لازم يكون بيتحكم في اعصابه. مهما تستفز انت لازم تكون بتحكم في اعصابك، ضروري جدا 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 يعني. طيب نزلت عليك عقوبة من سيد عبد الحفيظ امبارح، كلنا سمعنا بيها، وانت تقبلت الغرامة واعتذرت للجهاز الفني واعتذرت للعيبة. وادام اعتذرت واعترفت بغلطك وتقبلت العقوبة، الموضوع اتقفل خلاص، ونبتدي صفحة جديدة. فاحنا اللي احنا بنطلبه منك، ولما بننتقدك يا شناوي احنا بننتقدك عشان تكون للأحسن. فان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. هنرجع لموضوع العقوبات. أه هتكلم معاكم على لجنة الانضباط ولجنة التظلمات. لجنة الانضباط ديت، عادل خميس طلع وقال لك في عقوبة وفي موضوع اتسرب عن طريق الإعلامي محمد أحمد موسى. وده الحاجة اللي احنا كل الوسط الرياضي كان مستغربها، ازاي أحمد موسى ينفرد ب بالونة الاختبار اللي أنا بتكلم عليها ديت بخصوص العقوبات ل كهربا ومرتضى منصور. طبعا العقوبة اللي طلعت من لجنة الانضباط امبارح على كهربا بيقول لك 12 مباراة ومليون جنيه. طيب مبدئيا كده لو هناخدها واحدة واحدة، 12 مباراة مفيش في اللائحة حاجة بتقول اسمها 12 مباراة. ودي حاجة، يا هم يا 6 يا 8 الماكسيمم يعني، بس انت دلوقتي بتقول 12 مباراة. هل انت بتعمل بالونة اختبار عشان الناس لما تطلع
تتكلم وتطلع تصرح وتطلع تنتقد الموضوع ده وتوصلها ل8 أو 6 مباريات. انا مش عارف الصراحه انتوا القانون في الرياضه في مصر ماشي ازاي يعني. وقلت حاجه كمان، وقلت ان العقوبه لما بتصدر اي استئناف عليها او اي التماس اللي بيتقدم عليها ما بيوقفش العقوبه. طلع عادل الشرباجي من لجنه التظلمات قال لك الكلام ده غلط. في خلال 10 ايام بمجرد ان هو يعلن النادي الاهلي بعقوبه كهرباء بيقدم الالتماس وبتوقف العقوبه لغايه ما نزوروا فيها تاني. فطبعا ده برضو حاجه من افات الكره المصريه، تخبط التصريحات ما بين لجنه الانضباط ولجنه التظلمات. فالنادي الاهلي اتكلم وصرح بنقط معينه كده. قال لك انا عايز افهم، انت ادام انت هتعمل عقوبه على كهرباء بالمليون جنيه، كنت اقول لك مليون دولار، بالمليون جنيه و... وعقوبه مليون جنيه و12 مباراه. طيب اولا العقوبه دي طلعت بعد شهرين، يعني الماتش اتلعب في يناير تقريبا، شهرين او 3 او اكتر كمان يعني. بعدين بيقول لك يعني ان اللائحه ما فيهاش حاجه اسمها 12 مباراه، فازاي اكتر حاجه زي ما قلت لك قبل كده 8 مباريات. وبعدين انت استندت فيديو متقدم لاتحاد الكوره رسمي ولا تصوير موبايل ولا تصوير كاميرا عاديه، ولا استندت لايه بالظبط يعني؟ ايه الفعل الفاضح اللي هو عمله؟ الحاحات. انت لو جبت خبير في الفيديو او الصوت، طب الصوت ده ممكن يكون متركب على فيديو، يعني الصوت ده كان ممكن، او الكلام اللي هو قاله ممكن متركب على، وانا اراهن اي حد ان هو يقدر يقول كهربا كان بيقول عقد ولا حاجه تانية. فاللي انا شايفه ان العقوبه دي عقوبه ظالمه جدا 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 جدا. وبعدين بيقول لك التظلم تلغى العقوبه، والناس تانية قالت لك برضو طب هو النادي الاهلي عايز يفسر ازاي انتوا بتتكلموا في الموضوع ده. ولو هنتكلم بقى في العقوبه اساسا اللي هي طالعه من لجنه الانضباط، اساسا العقوبه دي واللجنه دي غير رسميه، غير شرعيه. ليه بقى؟ بيقول لك ان ما فيش انتخابات اتعملت عشان خاطر اللجنه ديت طالعه من وزاره الشباب والرياضه، من وزير الشباب، ان هو اللي عين اللجنه ديت. طب ازاي انت تعين لجنه زي ديت؟ طب ما اي لجنه انت هتعينها وتدخل حكومي، الاهلي هيروح ضارب فيك اسفين عند الفيفا يقول لك في تدخل حكومي، هتخربها على النادي الاهلي وهتخربها على اتحاد الكوره وهتخربها على الكره المصريه كلها. عشان كده بقول لك الاهلي بيقول لك انا يا هم. الوضع داخل في العلاقه ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه لمنعطف احنا مش عايزينه واحنا مش قده. فلازم تكون في يعني اراء مش عارف اسميها ايه، المهم يعني انها ترجع في الخطوات اللي هتاخدها قبل ما تقدم اي حاجه او قبل ما تصعد الموضوع دوت. وفي نقطه تانية برضو الاهلي اتكلم فيها، قال لك انا لو هصعد الموضوع دوت هصعده مع اتحاد الكوره ومش هلعب السوبر مع الزمالك. وطبعا لو الاهلي ما لعبش السوبر بمعنى الكلام كده واضح ان مفيش دخل للاتحاد الكوره. وريني بقى اتحاد الكوره هيحل الموضوع ازاي، الماتش هيتلعب في مصر ولا في الامارات. فانا شايف ان الابر هاند او اليد اللي ماسكه الموضوع دوت هو النادي الاهلي، وكل الاهلاويه وكل السوشيال ميديا وكل الناس كلها بتقول لك يا اهلي لو انت او اداره النادي الاهلي لو انت عايز تنسحب من السوبر عشان الناس دي تعرف وضعها وتعرف مقامها قدام النادي الاهلي، احنا معاك، ما عندناش مشكله، عندنا منه كتير. الكلمه اللي هو بيتريق عليها الزملكاويه فعلا عندنا منه كتير، مش هتفرق معانا. ايه العقوبات؟ هنقعد سنتين ما نلعبش السوبر، ما فيش مشكله برضو عندنا. بس وريني انت يعني الناس اللي هي عارفه شغاله في الماركتينج او شغاله في الشغل الدعايه هتعمل ايه من غير الاهلي. الاهلي لما بيكونش في طرف في نهائي او في بطوله عموما مفيش اي حاجه تذكر عن البطوله ديت عشان الاهلي مش موجود فيها. ده بالنسبه ل كهرباء. بالنسبه بقى لمرتضى منصور طلع عليه حكم برضو بالايقاف لمده 3 شهور وتغريمه 300,000 جنيه. طبعا 300,000 جنيه ده مش هيدفعها من جيبه،
ان هي طبعا زي ما احنا عارفين انها حسبه يعني هيدفعها نادي الزمالك، ونادي الزمالك اساسا مش ناقص. والحكم اللي طالع ده فيستك ولا ليه اي لازمه، ولا ليه اي لازمه. ليه بقى؟ اساسا هو موقوف، يعني هو طالع، هو اساسا موقوف مرتضى منصور. يعني مرتضى منصور دلوقتي هو ملوش اي صفه في نادي الزمالك، فانت بتدي عقوبه على واحد ملوش صفه في اي في نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك. برضو احنا مش فاهمين، ولا انت خايف من الصوت العالي والجعجعه بتاعت مرتضى منصور؟ وطلع قبلها بيومين في فيديو قاعد يقول لك انا هاخد حقك وهاخد حق شيكابالا واخد حق اختي ومراتي وامي واللي جابوني واللي خلفوني. ما انا مش عارف انت بتفكر فيها ازاي يعني، او مش عارف انتوا بتفكروا فيها ازاي. فدي نقطة برضو محتاجين ان احنا نفهمها يعني. الحكم بيقول لك ايه؟ المحكمة القضاء الاداري قال بيلزم الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة بزوال صفة مرتضى منصور. ده الحكم اللي انا كنت بقول لك عليه. يعني انت بتعمل، هو اساسا متشار، وبيقول لك وزير الرياضة لازم يلتزم بان هو يشيل مرتضى منصور. طب انت هتشيل مرتضى منصور وتشال خلاص وهتنزل عقوبة، هتنزل عقوبة على الهوا يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. ما علينا، ده مواضيع طبعا مفتوحة الفترة اللي فاتت ديت وبنتكلم فيها، ولازم ان شاء الله هيكون لها حل في الايام اللي جاية دي ويبان معانا. طبعا هنرجع لتذاكر مباراة الرجاء والاهلي. طبعا ال 52,000 2000 للرجاء وال 50,000 طبعا تقريبا التذاكر كلها اتباعت. ونادي الرجاء نادي مش سهل، حتى لو هو كان خسران او متعادل في اخر ماتشين في الدوري، بس هم مستعدين للمباراة وبيعملوا كل اللي عليهم، ان هم عارفين ان هم هيقابلوا النادي الاهلي. بيكنوا كل احترام للنادي الاهلي، واحنا بنكن كل احترام لنادي الرجاء، بس ان شاء الله الفوز يكون لينا باذن الله. ومع نهاية الخبر ده تكون نهاية حلقتنا. مش هوصيكم يا شباب، شير ولايك وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.